ربنا يفتحها في وشكم دايما مطرح ما تروحوا ومطرح ما تيجوا. كتير سألوني على رمز المفتاح. هو رمز المفتاح ده رمز إيجابي؟ طبعا رمز إيجابي جدا جدا، عكس الإقفال لأ خالص. وساعات بقى الناس تتحايل تلبس بقى إيه، قفل ومعاه مفتاح. صفر صفر، انت كده لا عملت طاقة إيجابية ولا طاقة سلبية، انت ما عملتش حاجة أساسا. ولكن رمز المفتاح من الطاقات العظيمة جدا 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 في فتح مسارات الطاقة. يعني لو انت أمورك متعطلة أو حاسس الدنيا متقفلة في وشك، بنلبس على طول رمز ايه؟ المفتاح. جرينا بقى، رحت للزمن التاني كده لمصر القديمة والحضارة الفرعونية عشان أشوف المفتاح عندهم كان ايه. ده المفتاح عندهم ده كان حاجة عظيمة جدا. مفتاح الحياة، عارفين مفتاح الحياة؟ عارفين شكل مفتاح الحياة؟ ده من كتر أهمية مفتاح الحياة كان الكاهن والملك بس هم بيلبسوا مفتاح الحياة. كان ممنوع على عامة الشعب إنهم يلبسوا مفتاح الحياة. متخيلين؟ لأنه كان بيعطي رمز القوة والتحكم والتملك. كمان رمز مفتاح الحياة أو شكل مفتاح الحياة بيعمل معانا إيه؟ أولاً بيقولوا إن هو بيوزع القوة الكهرومغناطيسية في المكان. يعني إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ يعني بيخلي الطاقة الكهرومغناطيسية تمشي في المكان بشكل متوازن. يعني بيعمل إيه؟ بيعمل توازن لطاقة المكان، ما تلاقيش المكان فيه طاقات أو أبواب مقفولة وأبواب تانية مفتوحة. عشان كده الرمز أو إشارته ممكن نجيبه في شكل أنتيك نحطه في البيت لو في تعطيلات أو في حاجات في البيت متقفلة معانا زي ما بيقولوا. كمان نقدر نحطه في ميدالية، كمان نقدر نلبسه في سلسلة أو قلادة. ليه؟ بتفتح مسارات الطاقة. مفتاح الحياة يا جماعة هي طبعا رمز المفتاح بشكل عام قوي جدا، ولكن مفتاح الحياة ورسمة مفتاح الحياة بشكل خاص هم عرفوا زمان الرمز ده أو الشكل ده. وإحنا قلنا إن إحنا بنتكلم بعلم الطاقة، يعني كل رمز، كل إشارة، كل شكل ليه عندنا دلالة معينة ورمز معين. فمفتاح الحياة برمزه لا بيعطيك قوة، بيعطيك سيطرة، بيعطيك تحكم، بتبقى واخد طاقة عالية جدا جدا بشكل متوازن. البسوا يا جماعة مفتاح الحياة. ولو عندك أمور متعطلة البس مفتاح الحياة، هيغير في أمور كتير قوي في حياتك لأنه فعلا بيدي توازن في الطاقة. نقدر نستخدم بقى مفتاح الحياة نحطه في ميدالية، نحطه في سلسلة، نحط رمز أو ديكور أو حتى في لوحة عندك في البيت عشان يدي شكل التوازن الطاقي في المكان اللي هو فيه. قلنا إن هو بيعمل شكل متوازن للمكان اللي هو فيه. تقدر تستعمله بأكتر من طريقة وفي أكتر من مكان عشان نفتح كده، ربنا يفتح عليكم بوابات الطاقة المتعطلة عندنا. كنت معاكم في طاقتك ومطرح.